السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة حسام أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة حسام أبو زهرة الزراعية وموضوع جديد. كان سألني أحد المشاهدين للقناة، هي أشجار المانجا بتسكن ولا ما بتسكنش؟ في لغط كتير في الموضوع، في ناس بتقول إن دي شجرة مستديمة ما بتسكنش، والسكون يعتبر ان هو موجود في المتساقطات فقط، زي مثلا حاجه زي العنب كده، زي ما احنا ماشيين كده على مزرعه عنب، لانه هو المتساقطات وده ما بيبقاش فيه مجموع خضري موجود على الشجره، فده فعلا بيسكن. انما ليه المستديمات بتسكن يعني؟ وهل هي لو بتسكن ليه؟ دي حاجه تسالنا ولازم نجاوب بيها على معظم المشاهدين يعني. احنا لازم الاول نعرف هي شجره المانجا بتسكن ولا ما بتسكنش، ولو هي بتسكن ليه، وامتى بتسكن. الثلاث اسئله دول مهمين جدا، وسالت السؤال دوت بعد ما عملت الفيديو اللي فات بتاع اجنده شهر يناير. بالفعل اشجار المانجا بتسكن يا جماعه، بس السكون في المانجا بيسمى سكون نسبي او مؤقت يعني، او خمول ظاهري يعني. ليه؟ لان السكون دوت ما بيبقاش بنفس القوه بتاعه سكون المتساقطات. يعني الشجر المتساقطات زي التفاح، الخوخ، المشمش، العنب، الحاجات دي بتوقع ورقها في الخريف، فبالتالي انت الشجره بتسكن سكون تام يعني لحد بدايه الربيع بقى وخروج دوره النموات الخضريه الجديده بتاعتها يعني. طيب احنا النهارده امتى عرفنا كده انه في سكون اهو؟ طيب امتى بيحصل السكون ده؟ السكون ده بيحصل بداية من شهر 11 لحد شهر 2. بس امتى في شهر 11 دي بترجع للمناخ، يعني انا لازم اكون انا شايف المناخ عندي في شهر 11 بادئ ازاي، شكله ايه، هل يعني المناخ بادئ بارد ولا بادئ دافي؟ لو دافي يبقى السكون هيتاخر شويه، ممكن يبقى في منتصف شهر في 11، ممكن يبقى في اواخر شهر 11، مش شرط يبقى في اول شهر 11. كذلك الامر في شهر 2، هل الجو دفى او اتعدل معايا في شهر 2 زي ما كان بيحصل زمان، ولا ما حصلش ولسه مستمر زي السنه اللي فاتت كده لما لقينا في موسم 25 البرد بدأ معانا اصلا بعد منتصف شهر 2؟ يبقى انا النهارده فتره السكون ليها مواعيد وبترجع لمناخ المنطقه اللي انا شغال فيها او للمزرعه بتاعتي موجوده فيها. طيب ليه بيحصل بقى السكون؟ يبقى احنا عرفنا انه بيحصل سكون وعرفنا امتى بيحصل السكون. طب ليه بيحصل السكون؟ السكون ده يا جماعه لازم يحصل لشجره المانجا، والا الشجره دي مش هتقدر تستعد للدخول على موسم جديد. يبقى لازم الشجره تسكن عشان تقدر تعمل حاجتين: تخزن المنتجات بتاعتها او المواد بتاعتها اللي هتبدا من خلالها تستعد للدخول على موسم جديد. تمام؟ ده السبب الرئيسي للسكون. اي شجره في الدنيا لازم هتسكن. تمام؟ عشان كده احنا بنقول يا جماعه لازم نرجع لموضوع الري ونعدل دنيتنا في برنامج الري والتسميد في ال3 شهور بتوع من اللي هو شهر 12، من شهر 11 و12 و1. لازم النهارده البرنامج بتاع الري والتسميد بتاعي بيتظبط شويه او بيتعدل. ازاي؟ اول حاجه ان انا لازم اقلل اوقات الري بتاعتي واقلل الكميات بتاعه الري، والا انا في الوقت دوت هجيب حاجتين: هجيب اعفان جذور شديده جدا للمجموع الجذري وهضر الشجر بتاعي. الحاجه الثانيه ان انا هدفع الشجره انها تقوم بنمو، تشتغل، يعني هشغلها وفي وقت انا مش محتاجه الشغل فيه. يا اما هتديني بقى زهر، يا اما هتديني اوراق دوره نمو جديده، وفي الحاله ديت انا مش محتاج الاثنين. يبقى النهارده لازم وكان ولا بد ان انا اعدل من البرنامج بتاع الري والتسميد بتاعي في التوقيت ده. وده كان الاجابه على السؤال بتاع احد المشاهدين باختصار شديد بدون الدخول في اي تفاصيل، ان احنا لازم نعرف ان شجره المانجا بتسكن، وبتسكن امتى، وبتسكن ليه. الحاجه بقى المهمه واللي يعني انا كنت لازم اقولها عشان قبل ما اقفل الفيديو، وهي في ناس سالتني بتقول لي لما بيبقى في برد يا باشمهندس اروي بالليل ليه؟
الشجره نايمه والصخور قافله، والري هنا في الوقت ده يضرني. صحيح وقت ما بيكون فيه برد شديد او حر شديد سواء يعني ده او ده الشجره بتمتصش. لكن احنا بنروي بالليل عشان بنقول مثلا عندي صقيع او عندي موجة برد شديده او عندي رياح بارده شديده، لازم اروي. الغرض من الري هنا مش الري اثناء فتره الصقيع او اثناء فتره البرد، لا الري يكون قبلها عشان الشجره تكون مستعده لمقاومه الظروف السيئه اللي هتجيلها. ولكن مش وقت الصقيع نفسه اقوم بالري، لا انا ببقى قايم بالري من قبلها بشويه. تمام؟ ده عشان كان برضو لازم نعرف ان في ناس يا جماعه بتستنى لما يجي الصقيع وتبدا تشتغل، يجي البرد ويبدا يروي. في الحاله دي يحصل غلط ويحصل مشاكل للجدر. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.